قويه انك تبقى لعيب كبير بقى؟ طبعا انا الحمد لله يعني ان انا يعني حسيت بشعور كبير ان انا سلمت على حسام عاشور وحسام غالي واحمد فتحي. ناس كتيره سلمت عليها وحسيت ان انا يعني انا هبقى زيهم ان شاء الله. انت مواليد كام يا زياد؟ 2001. 2001 حلو قوي. خلينا بقى نتكلم بقى تامر، ان 2001 ما يحقلوش يلعب في المباراه مع يعني في الدوري الممتاز. مسابقات الناشئين ليها مواصفات معينه، مثلا 95 بيلعبوا من المقاسات القانونيه من ال 18 لل 18. اللي اقل من كده بيلعب 35 دقيقه 40 دقيقه. اعتقد ان لقائنا ده وان اللي انا هقوله ده يستوجب الغاء المباراه. ليه؟ لان السن 2001 ما يحقلوش يلعب مع الكبار 45 دقيقه، ده قانون دولي. لكن عندي مفاجاه تانية انا هقولها دلوقتي. الكابتن تامر ممدوح والاستاذ محمد سليمان، اتفضل. انت حكيت لي واقعه كده قبل المباراه وانت حاضر عليها وشاهد عليها تحت، قول لي احكيها لي زي ما حكيتها لي واحنا قاعدين فوق. لا، هو الموضوع بما فيه كان اتكتب السكور ومواليد 98 وادينا اتكتب ان زياد مواليد 98 وادينا السكور للاخوه الحكام. تمام. وبعدين كان ناقص الكارنيه. الحكم بس على الكارنيه وشافه وشاف زياد وبس؟ لا، انا اديت له الكارنيهات بس كان ناقص زياد، وبلغته قلت له يروح في الاداره هنا ياخد الكارنيهات ويشوفها. بس يبقى اذا زياد مواليد 2001 لعب باسم او بمواليد 98. لا، هي غلطه اتكتبت 98. يعني زياد لعب المباراه هذه بمواليد 98. اتكتب في السكور 98 لكن هو في حقيقه الامر هو 2001. بشكرك. لكن يا زياد بصرف النظر بقى انت لعبت 98 2001، انت كنت النهارده حديث المباراه وكنت يعني حديث الصحفيين والاعلاميين وجميع وسائل الاعلام هنا. عايزك تثق ان انت هتبقى لاعب كويس، ومعلش النتيجه اللي حصلت دي، لكن انا بقول لك شد حيلك واتمرن عشان تكون لاعب ونجم كبير ان شاء الله يا رب. تحب تقول ايه بقى اخر كلمه تقولها؟ احب ان انا اقول الحمد لله على النتيجه يعني كل حاجه، بس الحمد لله. بشكرك، الف شكر الف شكر.